حقن الطويل المفعول دي ما بتوقفهاش لوحدك، بمعنى انك في اجراءات الاول لازم توقفها بيها، وكذلك مش اي حد بياخد حقن الطويل المفعول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروماتيزم او الحمى الروماتيزميه المفروض ان ده مرض مزمن بيصيب القلب وبيسبب بعد كده بقى فشل القلب ومشاكل كبيره جدا. طيب بدايه الحمى الروماتيزميه اصلا كانت ميكروب اسمه الميكروب السبحي، عمل عدوى عاديه خالص والتهاب ودخل وعمل تورم في اللوز، وبعد كده في النهايه خلاص احنا قررنا ان احنا نحلها وادينا له مضادات حيويه وشلنا اللوز. بس الخوف او المشكله مش هنا، الخوف في مرحله ما بعد استئصال اللوز، وهو ده اللي بيبقى بعد كده اسمه الروماتيزم. الميكروب السبحي ده ميكروب ممكن يتنقل لي عن طريق مثلا الاستنشاق، ممكن يكون موجود في الهواء، ممكن يكون موجود عند اي سطح مثلا المسه، ممكن يكون موجود في الاكل يدخل عندي. ده شكل الميكروب السبحي بالمناسبه، اسمه سبحي لانه شبه السبحه، هتلاقيه عباره عن كور كده وماسكه في بعضها كده، فاسمه الميكروب السبحي. مبدئيا كده ده شكل اللوز، دي شكل اللوز اهي، دي ودي، ده شكلها العادي، ده شكلها الطبيعي قبل ما يجي لها البكتيريا او قبل ما يدخل لها الميكروب السبحي وتبدا تهاجمه. بالمناسبه اللوز دي جزء من جهازنا المناعي، فبتبدا تدافع عن الجسم من اي ميكروب يدخل عن طريق الاكل مثلا ولا حاجه. طيب دي شكلها الطبيعي. بعد ما دخل الميكروب السبحي بقى شكلها عامل كده، ملتهبه، يعني لو جينا كبرناها كده شوف بقت منتفخه ازاي، بقى شكلها عامل ده بعد الميكروب السبحي. القصه بتحصل ازاي؟ دخل الميكروب السبحي، دخل اللوز، عملها التهابات، انتفخت كده زي ما حضرتك شايف، بقت وكر للميكروب. عشان كده الدكتور في النهايه بيقرر ان هو يستأصل اللوز. الميكروب ده بيدخل بيعمل مشاكل كتيره جدا. ليه بقى؟ لانه عنده وسائل دفاعيه جدا ضد جهازنا المناعي. يعني مثلا اولا هو الميكروب نفسه لما بيدخل بيحاوط نفسه بكبسوله بغلاف عشان جهاز المناعه بتاعنا ما يقدرش يدمره. جهاز المناعه من طرق الدفاع بتاعه ان هو بيفرد زي شبكه على الميكروب عشان يحصره وما يقدرش يتحرك. فالميكروب ده بيخرج انزيم يفتت يكسر او يسيح الشبكه دي عشان يعرف يتحرك تاني. الخلايا بتاعتنا لازقه جنب بعضها بماده اسمها هيالورونيك اسيد. الماده دي عامله زي الاسمنت كده بالظبط. الطوب جنب بعضه في الجدار بنمسكه في بعضه ازاي؟ عن طريق ماده اسمنتيه. الماده الاسمنتيه دي في جسمنا اسمها هيالورونيك اسيد. الميكروب بيكسر الهيالورونيك اسيد او الماده الاسمنتيه اللي بين الخلايا عشان يقدر يتحرك براحته. بيخرج سموم كتير جدا. الفكره مش هنا، المشكله ان جهازنا المناعي لما بيبدا يدافع او يهاجم بيهاجم السم مش الميكروب. وهي دي المشكله بقى، ان الميكروب بيطلع سم اصلا عشان اولا يكسر الخلايا بتاعنا كرات الدم الحمراء، لان هو اصلا الميكروب ده وظيفته ان هو بيكسر كرات الدم الحمراء، بيكسر الدم خلايا الدم بتاعنا، فهو بيكسرها بجانب السم اللي هو بيخرجه ده، بجانب ان هو بيكسر خلايا المناعه بتبدا تجري وراه. الفكره ان احنا بعد ما خلاص الدكتور بيديله مضاد حيوي وخلاص بيمشي عليه والعدوى بتخف والالتهاب بيروح والدنيا بقت تمام والميكروب خلاص خف وراح. المشكله في مرحله ما بعد استئصال اللوز او ما بعد العدوى او الالتهاب العادي. ليه بقى؟ لان المفروض ان الميكروب ده على السطح بتاعه بروتينات، البروتينات دي في منها شبهها في جسمنا، فبعد ما الميكروب يروح جهاز المناعه لسه مش قادر يميز البروتينات دي بتاع الميكروب ولا لا، فمن باب الاحتياط بيضربها، فتلاقي جهاز المناعه بيهاجم القلب، ممكن يهاجم المفاصل فيعمل الم وتورم واحمرار ومشاكل في المفاصل، ممكن يهاجم المخ وخاصه منطقه مسؤوله عن الحركه، فتلاقيه بيسبب حركات لا اراديه. يعني مثلا بتلاقي جهاز المناعه مثلا بيهاجم المنطقه البيضاء دي بالذات، بتلاقي حركات لا اراديه ومش قادر يتحكم في جسمه. من ضمن اعراض الحمى الروماتيزميه ارتفاع في درجه الحراره، الم في المفاصل لو الجهاز المناعي ضرب المفاصل، الم مشاكل في القلب الروماتيزميه او فشل في الصمامات بتاع القلب لو ضرب في القلب، ممكن يضرب في الجلد فيعمل عقد تحت الجلد، يعمل الحمى القرمزيه وهي بقع حمراء بتصل على الجلد في اماكن مختلفه، بيعمل مشاكل كتيره جدا. طريقه العلاج بتبقى ازاي؟ بيدينا مضاد حيوي عشان يقضي على البكتيريا خالص، وعشان جسمنا ما يطلعش اجسام مضاده ثانيه للبكتيريا دي، لان الجسم بيطلع اجسام مضاده والاجسام المضاده مش عارفه طريقها،
هي مش قادره تميز بين شكل الميكروب وبين البروتينات اللي شبه الميكروب اللي في جسمنا احنا بتاعتنا، فبيهاجمها. فعشان ما نطلعش جهازنا المناعي ما يطلعش اجسام مضاده اكتر من كده، فالدكتور بيكتب له مضاد حيوي عشان يقضي على الميكروب. طيب وبعد كده بيبقى في علاج وقائي ان احنا نستأصل اللوز لانها بقت وكر للميكروب والسموم بتاعته. وبعد كده بيديله حقن الطويل المفعول، مفعوله مثلا يستمر اسبوعين ل3 اسابيع. طيب في حاجه بقى، حقن الطويل المفعول دي ما بتوقفهاش لوحدك، بمعنى انك في اجراءات الاول لازم توقفها بيها، وكذلك مش اي حد بياخد حقن الطويل المفعول. يعني ايه؟ يعني في شروط ومعايير لو توفرت فيك ساعتها بس تقدر تاخد حقن الطويل المفعول. مجموعه شروط ومعايير مع بعض. زي ايه؟ رحت مثلا عملت تحليل اسمه SOT، ده تحليل الروماتيزم، ده موجود في اي معمل، تروح تعمل تحليل الروماتيزم يطلع ايجابي. دي حاجه. الحاجه الثانيه تعمل تحليل اجسام مضاده للبكتيريا دي في الدم، طلع مثلا حاجه من دول ايجابي، بجانب وجود الاعراض بقى، يعني ارتفاع في درجه الحراره مثلا، وليكن مرض اللي هو حركات لا اراديه بتحصل، في حمى كرمزيه وبقع على الجلد، في مثلا مشاكل في المفاصل، في مشاكل في القلب، بجانب عملت تحاليل ثانيه خالص زي سرعه الترسيب وطلعت عاليه، تحليل CRP وطلع عالي. كل دول لما يتجمعوا مع بعض ساعتها بس تقدر تحكم ان الشخص ده لازم ياخد الحقن الطويل المفعول. غير كده انت مش ليك انك تاخد الحقنه. طب لما تيجي توقف الحقنه بتعمل ايه؟ بتعمل 3 تحاليل وتتابعهم باستمرار. يعني مثلا بتعمل تحليل SOT اللي هو تحليل الروماتيزم، تعمل تحليل ESR، تعمل التحليل CRP، تعمل ال3 تحاليل دول. متفقين؟ طيب ده الروماتيزم وسرعه الترسيب ودلالات الالتهاب. طلعوا النتائج طبيعيه، ما بتوقفش الحقنه، تفضل تاخدها 3 شهور كمان وترجع تعملهم تاني. طلعوا طبيعيين، ما توقفش الحقنه، تفضل تاخدهم 3 شهور تالت. طب طلعوا طبيعيين، ساعتها بس ممكن تقدر توقف الحقنه. طب لو واحد فيهم طلع مش طبيعي، ترجع تعيد من الاول تاني. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وفي هذا القدر كفايه لمن اراد الهدايه. وكان معكم محمود نوح، سلام.